الله الرحمن الرحيم. إن من أسباب انقطاع وكلل وملل بعض الطيبين أو بعض الصالحين عن الاستمرار في مسيرة الخير وفي طريق الدعوة وفي مسلك العبادة أن أحدهم إذا عجزت نفسه عن باب قطع نفسه عن كل الأبواب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الخوف من الله. والله سنقف بين يدي الله، والله سنقف حفاة بين يدي الله، عراة بين يدي الله، يمسدهم البصر ويسمعهم الداعي وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أنس موقفنا للوداع وقد حان عبد الله. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ به من سخط الله أسفل سافلين يهوي بها في النار 70 خريفا. يداك يا عبد الله ستشهد. ماذا أمسكت في الدنيا؟ يا سعادة من أتعب يديه بحمل المصحف، يا سعادة من أتعب يديه بالدعاء بين يدي الله، يا ويل من حمل الحرام، يا ويل من أمسك الحرام، يا ويل من رأى الحرام، يا ويل من استمع الحرام، يا ويل من وقع على الحرام. الجنود تشهد هنا، الجنود تشهد هنا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. استعد للوقوف بين يدي الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل جبار عنيد مناع للخير معتد مريب. كلما كان اللسان متحركا بذكر الله كلما كان مدد السقيا إلى القلب مستمرا متوفرا لا يشكو تصحرا بأي حال من الأحوال. ولذلك أوصي نفسي وأحبتي مهما تنوعت أخطاؤنا، مهما تعددت معاصينا، مهما كثرت غفلاتنا، مهما تكررت المعصية منا فلا نجمع مع المعصية غفلة عن ذكر الله. وبينما نحن كذلك ابكي بجهنم تهاد إلى المحشر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا رأى الملائكة جهنم، إذا رأى الأنبياء والرسل جهنم جثوا على ركبهم وهم يقولون الله
نوعا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إلى أصحاب الهمم العالية. من الذي يريد من نفسه عصمة لا زلل معه؟ من هو الذي يريد من الناس إذا أنت لم تصبر مرارا على الأذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه؟ فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة أو مجانب. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين. يا عبد الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالمبادرة، فهل بادرنا قبل أن نصير إلى يوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يا حبيب، يا حبيب القلوب ما لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. يا مرادي وخالقي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك. أنسى موقفنا للوداع وقد حان ممن تحب. يا عبد الله، إن موقف الوداع قد اقترب، فهل استعددت لهذا اليوم؟ وهل بادرت بالخير وتركت المعاصي؟ تذكر دائما يا عبد الله أنك مفارق للحياة، وأنك واقف أمام ربك وسيسألك عن كل شيء، فاستعد يا عبد الله. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن تحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل.